السبب كان الاساسي لرفض اللاعب خلال الفتره اللي فاتت كان الطول بتاعه، ان هم كانوا شايفين ان هو قصير شويه. أيوه. تمام. لكن حصل تغيير. مالهم القصيرين؟ ما اعرفش والله، مش عارفه بيتنمروا علينا ليه. عليا لوحدي مش عليك انت كمان. كان في تغيير طبعا خلال الايام الاخيره يعني في قصه اللاعب تماما. اللي حصل ان النادي الاهلي بعت رغبه فقط للنادي التشيكي، تمام، ان هم عايزين يتعاقدوا مع اللاعب وبيشوفوا الرأي، لكن ما حصلش تفاوضات ولا دخلوا في فلوس ولا الكلام اللي بيتكتب ده كله. كل اللي حصل ان في رغبه اتبعتت، اللاعب نفسه تم التواصل معاه من النادي الاهلي علشان يشوفوا رايه ويشوفوا هم هو موافق اصلا ان هو يجي النادي الاهلي ولا مش موافق ان هو يجي الاهلي. واللاعب رحب جدا وشايف ان هو ما عندوش مشكله خالص ان هو يجي النادي الاهلي. بالمناسبه اللاعب فيه شرط جزائي في عقده، تمام، يقدر ان هو يفسخ مع النادي التشيكي الشرط الجزائي ده برقم كويس جدا. تمام. بس انا عايزه اقول لك مفاجاه ثانيه، يعني يمكن ما اعتقدش حتى ان